السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. موضوع حلقة النهاردة شاشة ال جي 42 بوصة، جهاز سمارت. هرفع لكم صورة الموديل على الشاشة دلوقتي. زي ما انتم كده شايفين مشكلة الجهاز، بيجي باللوجو والجهاز بيعمل ريستارت. الشاشة ما بتكملش فتح زي ما انتم شايفين كده الوضع. هفتح كده الجهاز ان شاء الله نشوف مشكلته ايه كده مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت الجهاز. دي كارتة المين اهي، والتكون بتاعنا تحت هنا، وهنا كارتة الباور. وبعد ما فتحت الجهاز لاحظت في حاجة غريبة. لقيت هنا المكثف 1510 فولت منتفخ شوية اهو. ده الخاص بال 3.5 فولت مكتوبين هنا كده. في الجدول اهو بتاع كارتة الباور. ولقيت المكثف هنا الخاص بالليدات. يعني تقريبا هو اتعرض لدرجة حرارة برضو عالية. الإطار اللي هو البلاستيك اللي بيبقى على المكثف نفسه، يعني شكله كده متغير، يعني متحرك من مكانه. وده طبعا ما بيحصلش غير لما يكون اتعرض لدرجة حرارة عالية. بس احنا عندنا طبعا الليدات شغالة، بس برضو لازم نغير المكثف ده. وبس قبل اي حاجة لازم نغير المكثف المنتفخ ده الاول، ونجرب تاني ان شاء الله. افك كده كارتة الباور، اغيره وارجع لكم تاني. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما غيرت المكثف. ده المكثف القديم. ألف وخمسمية على 10 فولت. انا صممت اعمل الفيديو ده رغم ان العيب كان بسيط، بس انا حبيت انوه على حاجة. ان ممكن يجيلك المكثف شكله سليم، مش باين عليه اي اثار لاي تلف، وممكن يعمل معاك المشكلة ديت. والمكثف يكون فيه مشكلة، فائد قيمة الفارات بتاعته. فطبعا لو جالك مشكلة زي دي، معظم الناس هتروح طبعا على السوفت وير بتاع الجهاز، هيحاول ينزل له سوفت وير من اول وجديد، وهي المشكلة اصلا مش من السوفت وير. فدي برضو حاجة انا حبيت انوه عليها. قبل اي شيء تبص على المكثف الستاند باي، تفكه وتقيسه على اي مالتي متر عندك يكون بيقيس قيمة الفارات اللي على المكثف. لقيته تمام، يبقى كده المشكلة الجهاز محتاج سوفت وير. لقيت فيه مشكلة طبعا اتغيره زي ما انتم شايفين كده الوضع اللي احنا عليه. انا حبيت برضو ايه اعرفكم النقطة زي ديت. هنوصل كده ان شاء الله باور للجهاز ونشوف الشاشة اخبارها ايه معانا. بسم الله. شغال كده. الجهاز فتح اهو يا شباب زي ما انتم شايفين. الحمد لله المشكلة اتحلت اهي. بس طبعا عشان انا قلب الجهاز، هقفل كده ان شاء الله الجهاز وارجع لكم تاني نشوف النتيجة النهائية. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما وصلت الجهاز بالريسيفر. الحمد لله الجهاز شغال تمام اهو. زي ما وريتكم المشكلة كانت في المكثف، وزي ما قلت لكم ما نستعجلش وننزل سوفت وير. لازم نتاكد من مكثف الستاند باي ده قبل اي شيء. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.